السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن ازاي نخلي مطبخنا طول الشتاء وفي الجو البرد بس هنخليه نظيف وفلة وشمعة قايدة كده على طول. تدخلي بالليل تلاقي حلة المطبخ كده بالشكل فاضية وجميلة وبتلمع. تقومي الصبح بدري لو هتقومي تجهزي فطار لأولادك، تعملي سندوتشات لأولادك، هتخلي مطبخك جميل وشمعة منورة كده على طول. ازاي تخليه بإيديكي انتي جميل وبأبسط حاجة خالص اللي احنا هنعملها، وهيبقى روتين. أول حاجة مطبخنا بيبتدي من بالليل، يعني روتين مطبخي لازم ابتدي من بالليل. الكلام ليا أنا قبلكم انتوا. فمن بالليل ان شاء الله قبل ما ننام هنمسك مطبخنا. اول حاجة هنغسل كل الاطباق مواعين، ومش هنخلي فيها معلقة باذن الله. بس عايزة يبقى مجموعة من البنات حبايبي يتفقوا معايا ويكتبوا لي في الكومنتات انا معاكي وهعمل كده معاكي، ونتشجع مع بعض ان شاء الله، وهنقول افكار كتيرة. يبقى قبل ما ننام بالليل ان شاء الله لازم اسيب الحوض بتاع مطبخي اسيبه كده نضيف وبحتة قماشة كده او فوطة. المهم ان انا هنشفه كويس وهمسح البوتاجاز، ألمعه امسحه. المهم ان انا اسيب بوتاجاز نضيف، اسيبه رايق للصبح علشان لما اقوم الصبح يبقى شكلي كده مرتاحة نفسيا لما ادخل مطبخي. زوجك لو قام بالليل ودخل المطبخ، دخل فتح التلاجة ولا حاجة، يعني ايا كان اولادك، المهم اللي يدخل مطبخك او انت تدخلي مطبخ النفسية تكون مرتاحة. طيب مين هتبقى معايا ومين هتتشجع معايا ونشجع بعضنا ببعضنا ان شاء الله؟ يبقى قبل ما ننام بالليل كل يوم هنمسك المواعين كلها، مش هنخلي لا طبق ولا كوباية ولا معلقة ولا اي حاجة، هنمشي على البوتاجاز. سواء البوتاجاز بتاعك انت النهاردة عاملة اكل كتير وطبختي وكده، المهم بتنضفيه وبتخليه زي الفل. الارض برضو مش هننساها، ارض المطبخ هنمسحها كلها او تلمعيها. اي حاجة اللي انت بتحبيها بقى في اليوم هتعملي هتلمعي تنضفي. المهم تخلي الارضية بتاعتك نظيفة. ده لنفسك انت. يبقى احنا تنظيف او روتين مطبخنا اللي احنا هنمشي عليه ان شاء الله مع بعض، يبقى هيبتدي معانا من بالليل. يبقى من بالليل قبل ما انام اي طبق اي كوبايه اي حاجه، المهم ان انا اخلي مطبخي باذن الله. هتقولي لي الجو برد، اقفلي شباك المطبخ، اغسلي المواعين، اغسلي الكوبايات، اغسلي البوتاجاز، لمعي الرخام. بصي اعملي كل حاجه قبل ما تنامي بالليل. لو هتخليها 10 دقايق بس للمطبخ، لو ممكن كمان انت تبقي طول النهار هتعملي زي ما انا هقولك هنعمل بقى طول النهار. ادي مثلا انا كان اليوم التاني، ده كان اليوم اللي هو يعني مش بالليل، ده كان اليوم اللي هو اللي انا هعمل فيه الاكل. فلما بصحى من النوم الصبح المفروض الاقي الرخامه كده نظيفه وفاضيه والحله نظيفه والدنيا كلها تمام التمام، لان انا من بالليل انا مبيتاه نظيف وزي الفل وقشطه وشمعه منوره كمان. طيب البوتاجاز نظيف، يبقى انا كده مثلا لو رحت السوق جبت خضار جبت اكل جبت حاجات طلعت من الفريزر، يبقى انا كده مطبخي رايق، الحله بتاعتي زي ما انتوا شايفينها فاضيه، كمان نفسيتي هتبقى مرتاحه وهنجز. طيب طول النهار بقى انا اي حاجه هتتوسخ مني اغسلها ارجعها مكانها. الكوبايات في المطبقية على طول، الحلة طبق كوباية على طول على طول نرجعه مكانه على طول في الظرف بتاعة المطبخ. اي حاجة تتوسخ مني طول النهار ارجعها على طول، علشان اسيب حلة المطبخ عندي تبقى بالشكل طول النهار وطول الليل. انا مش عايزة حلة المطبخ دي تتوسخ خالص، يبقى انا هسيب الحلة دي نظيفة وبتلمع طول النهار وطول الليل، وبالذات الروتين بتاع بالليل ده اللي هيفرق معانا قوي وفي نفسيتنا بالنهار. يبقى انا لما اقوم الصبح جبت بقى خضار جبت اي حاجة وقعدت بقى بجهز حاجتي في المطبخ، مطبخي هيبقى بالشكل الرخام فاضي نظيف متروق، الحاجة عندي كلها متستفة في مكانها. ليه؟ لان انا باخد الحاجة طول النهار اول باول اول باول. يعني بعد الغدا وقفت مثلا بنعمل كوباية شاي ولا بعمل اي حاجة للاولاد او ليكي او لزوجك،
وانت بتعملي بتشطبي بقى الاطباق، حتى صفايه زي ما انا ما حاطه كده، بغسل فيها اي حاجه واحطه، وبعد كده لما الحاجات دي بتتصفى برجعها بقى في مكانها، بحط بقى في الضرفه، بحط فوق في الضرفه دي وفي الضرفه التانية، بحط مثلا في الصفايه، بحط في المطبقيه، بحط بقى في ايه، كل حاجه بخصصها ايه في المكان اللي انت كلكم واحده فيكم بتحط حاجتها فين. تمام تمام. يبقى كده قبل ما ننام اهم حاجه لو هتدي 10 دقايق بس، اجري جري كده في المطبخ 10 دقايق. والله لو تعبانة لو فيكي ايه، والله هتحبي المطبخ جدا، وكمان هتبقى نفسك مفتوحة ان انت تقفي فيه تعملي فيه كل حاجة. على فكرة السمك دوت سمك مكرونة، انا كنت جايباه في نفس اليوم اللي انا عملت فيه الاكل، صينية البطاطس والرز. بس السمك ده انا ملحته، غسلته يعني كويس وملحته وشلته في الفريزر، لكن انا في اليوم دوت كنت عملت الرز وصينية البطاطس بالفراخ. ماشي تمام. فانتي لما تقفي مثلا في المطبخ ومطبخك رايق ومطبخك جميل وكده، والله نفسيتك هتحسيها مرتاحة وهتكون نفسيتك مرتاحة جدا. فانا عايزة يعني ان شاء الله كده كلنا نحافظ على مطبخنا، وبالذات في الجو البرد دوت مش هتقدري تقفي فترة طويلة عشان تغسلي مثلا المواعين من اول اليوم لاخره، هتبقى تقيلة عليكي وهتستتقليها، وممكن كمان تنامي وتسيبيهم. ودي حاجة ربنا يا رب يبعدنا كلنا عنها، ان احنا ننام ونسيب مطبخنا ومواعيننا ولا البوتاجاز والرخام ونسيب الحاجة عندنا مش نظيفة. فلما احنا نقف في مطبخنا نعمل اكلنا، نقف عند البوتاجاز، نقف كده اهوت بعد ما تخلصي بقى الاكل، زي ما انا كده ما هخلص صينيه البطاطس وهخلص الرز كده، وخلصت برضو السمك والحاجات دي، ورحت برضو ايه بسرعه، رحت برضو مشطبه المطبخ ومشطبه الحوض الرخامه وتحت رجليا برضو الارض برضو غسلتها كويس ومسحتها وعقمتها، والحمد لله يا رب العالمين. فقبل ما ننام لازم نعمل العمرة بتاعة المطبخ دي جميلة جدا، هتخليكي نفسيتك مرتاحة وسعيدة ومبسوطة. وطول النهار معلقة اتوسخت اخدها اغسلها واشيلها مكانها في الصفاية بتاعتها، طبق اتوسخ اغسله بسرعة واشيله، كوباية عملت فطار لاولادي غدا لاولادي، بسرعة اغسل الحاجات دي كلها واشيلها اول باول، مش هتتعبي. لكن لما انت تسيبي الحاجات والحاجات تتراكم معاكي والحاجات تبقى تقيلة عليكي، صدقيني ممكن تسيبي المواعين وتنامي، تقومي تاني يوم بقى متضايقة ومخنوقة وزهقانة، ده لسه هدخل المطبخ وعندي مواعين من بالليل وعندي البوتاجاز عايز يتغسل من بالليل. لكن صدقيني 10 دقايق بس ممكن انت تظبطي تايمر كده معاكي، تايمر موبايل، وتقولي مثلا انا معايا 10 دقايق بالظبط انا هاخدهم للمطبخ بس بالليل، هما بس بالليل. صدقيني هيبقى راحة ليكي اليوم كله، راحة ليكي اليوم كله. والكلام دوت ليا انا قبليكم، انا عملنا اكل اتغدينا اغسل مواعين، عملت كوبايه شاي اغسل مواعين، عملنا كوبايتين سحلب اغسل المواعين، عملنا كوبايتين نسكويت نسكافيه، اي حاجه اغسل المواعين اول باول على طول، كوبايات تتغسل اول باول. صدقيني بتفرق معاكي ومعايا ومعانا كلنا في الراحه النفسيه. فده كان فيديو صغير وفيديو خفيف كده، وانا عارفه ان الفيديو مش ما طولش عليكم، وانا عارفه ان الفيديو ان شاء الله هيعجبكم، وان شاء الله هنزل معاكم بسلسله قويه جدا يمكن لحد شهر رمضان، وطول شهر رمضان ان شاء الله سلسله جميله وقويه جدا، وازاي نحافظ على كل بيتنا، وازاي نعمل الروتين اليومي، الروتين الاسبوعي، الروتين الشهري، هنعمل روتينات جميله جدا ومحفزه جدا جدا ان شاء الله. ويا رب يا حبايبي يكون الفيديو دوت كان خفيف عليكم وعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.